تعالوا اوريكم ازاي بقيت اظلل البورتريه. بعد ما بتاكد ان اماكن كل حاجه في البورتريه مظبوطه، العين في مكانها، المناخير في مكانها، البق في مكانه، كل حاجه مظبوطه، ببدا احدد اماكن النور والظل بخطوط بسيطه قوي. بعد كده بدي لون خفيف لكل الاماكن الغامقه، وممكن ازود اللون في المرحله دي حاجه خفيفه قوي في الاماكن اللي انا متاكده ان هي هتبقى اغمق، زي مثلا الحواجب او الشعر. بعد كده بسيح كل اللي انا عملته ده ولا كاني عملت اي حاجه. بعد كده بقلم التسييح ده، انا مش عارفه الاداه دي اسمها ايه، بس احنا هنسميها قلم التسييح. بالاداه دي هبدا ازود الحتت الغامقه، واخد شويه من الحتت اللي انا غمقت فيها اللون قوي، واحط في الاماكن اللي ما فيهاش لون خفيف. فاهمين حاجه من اللي انا بقوله؟ بمعنى تاني ان بالاداه دي باخد اللون من الاماكن الغامقه قوي، اخففه منها واحطه في الاماكن اللي انا شايفاها فاتحه قوي وازوده شويه، ونقعد نكرر في البروسيس دي، نغمق في الغوامق ونفتح في الفواتح لغايه لما نبقى راضيين عن النتيجه. واحده واحده كده، ومفيش استعجال، مفيش حد بيجري ورانا. نسيح، نزود لون، نخفف لون، ونفضل كده طول ما احنا قاعدين. وحاولوا على قد ما تقدروا تشوفوا الاماكن اللي انتوا هتظللوها على شكل اشكال هندسيه، وبرده نحاول على قد ما نقدر ندرج الظل بتاعنا لو هو متدرج علشان ما يبقاش حد قوي. انا ما كانش هاممني الشعر قوي بصراحه، عشان كده ما اهتمتش بيه، رميت لون وخلاص. وفي المرحله الاخيره بالقلم الاستيكه ده نقعد نشيل اي زيادات، اي لون بقى اتحط مش في مكانه نشيله بالقلم الاستيكه ده، عشان رفنطوع كده وبنعرف نظبط بيه الدنيا. واخر مرحله خالص هي مرحله التفصيل، تظبيطات اخيره سريعه كده علشان البورتريه بتاعنا يبان اكتر. وبس كده، قولوا لي ايه رايكم.